الملاكمة كانت موجودة منذ قرون، من الحضارات اليونانية القديمة إلى الأضواء المبهرة في لاس فيغاس. بقيت الملاكمة على صفحات تاريخ البشرية، يشاهد الملايين حول العالم الملاكمة، مما يجعلها واحدة من أشهر الرياضات القتالية. الترويج الهائل والدراما خارج الحلبة واندفاع الأدرينالين كلها جزء من التحضير لمباراة ملاكمة كبرى. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أصدقاء الملاكمة. تابع يا صديقي الملاكم الفيديو للنهاية، بينما نلقي نظرة على أفضل معارك الملاكمة والتي كان لها أهمية كبيرة في تاريخ هذه اللعبة ككل. هذه المعارك أسطورية جعلت مئات الملايين من المشاهدين ملتصقين بالشاشة، وغيرت إلى الأبد تاريخ الملاكمة نفسها. رقم 6. أبريل 2017 في لندن، أنتوني جوشوا ضد فلاديمير كليتشكو. قتال المعلم ضد الطالب، والخبرة ضد الشباب، والقوة ضد التقنية. بعد هزيمة مثيرة على يد تايسون فيوري، لم يلاكم فلاديمير ل18 شهرا. كان من الواضح أن هذا لم يكن هو نفسه كليتشكو الذي سيطر على فئة الوزن الثقيل لمدة 10 سنوات تقريبا. قلة من الناس راهنوا عليه في قتال ضد بطل شاب متعطش للفوز. كان ملعب ويمبلي ممتلئا بالكامل، وحضر المباراة أكثر من 90,000 مشجع. لم يشعر أي منهم بخيبة أمل. اتخذ كليتشكو منهج الانتظار والترقب وتفوق على المرشح المفضل، لكن في الجولة الخامسة تغيرت صورة القتال. بدأ جوشوا في الهجوم وأسقط كليتشكو أرضا. بدا وكأن كل شيء قد انتهى، ولكن بعد ذلك فاجأ فلاديمير الجميع بقوة عزيمته. الجولتان التاليتان كانتا كالجحيم بالنسبة لأنتوني بعد تلقيه ضربة قاضية، لكنه بقي بأعجوبة واقفا على قدميه. كليتشكو ترك خصمه يستجمع قواه بشكل غير متوقع، ولكن اتضح أن هذا كان خطأ فادحا، حيث أطاح جوشوا به وأسقطه أرضا مرتين في الجولة 11 قبل أن يوقف الحكم المباراة. كانت هذه المعركة الأخيرة بعد أكثر من 20 عاما من حياة كليتشكو المهنية. على الرغم من الهزيمة في سن 41، أظهر أفضل أداء في حياته وغادر كأسطورة حقيقية. كان خبراء الملاكمة سعداء أيضا، وبدون أدنى شك اعترفوا بأن هذه المعركة هي واحدة من أفضل المعارك في تاريخ الوزن الثقيل. رقم 5. نوفمبر عام 1996 في لاس فيغاس، مايك تايسون ضد إيفاندر هوليفيلد. بحلول ذلك الوقت فقد تايسون بعد هزيمة مروعة على يد باستر دوغلاس ودخوله السجن، فقد جميع ألقابه السابقة تقريبا. تم التخطيط للمواجهة بين تايسون وهوليفيلد لفترة طويلة، ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا لأسباب مختلفة. أعطى هذا الفرصة لهوليفيلد لدراسة أسلوب مايك بدقة والعثور على مفاتيح دفاعه. أثناء القتال حاول إيفاندر السيطرة بشكل مثير للدهشة وأظهر تفوقا في القوة البدنية، بينما لم يكن تايسون قادرا أبدا على توجيه ضربة قوية واحدة إلى هوليفيلد يمكن أن تهزه. معظم اللكمات أخطأت الهدف أو تم التصدي لها. في الجولتين السادسة والسابعة اصطدمت رؤوس اللاعبين مرتين ببعض، وقد أدى ذلك إلى قطع حاجب تايسون. كان من الواضح أن تايسون قد خسر المعركة بالنقاط، وكان يأمل فقط في تحقيق الضربة القاضية، ومع ذلك في سعيه لتحقيق الضربة القاضية ضحى بالدفاع أكثر. وبحلول نهاية الجولة 10 كان هوليفيلد قد حقق ضربة فائزة صدمت مايك الحديدي. بقي مايك واقفا على قدميه، لكن من الواضح أنه لم يكن مسيطرا على القتال. في بداية الجولة 11 وبعد هجوم آخر من إيفاندر، اضطر الحكم للتدخل ووقف القتال. استحق هوليفيلد الفوز، وما ميزه في هذه المعركة لم يكن أسلوبه بل بالأحرى استقراره النفسي. كان أول ملاكم لم يظهر الخوف من مواجهة مايك تايسون.
رقم 4 أكتوبر عام 1974، محمد علي ضد جورج فورمان. بعد أن حرم محمد علي من رخصة الملاكمة الخاصة به وبشكل تلقائي من جميع الألقاب في عام 1967 لرفضه الخدمة في فيتنام، كان على محمد علي محاربة جورج الكبير من أجل استعادة اللقب. تم ترتيب المعركة من قبل المروج الأسطوري دون كينغ. أطلق على المبارزة اسم The Rebel in the Jungle، وهو حدث قلب صناعة الملاكمة بأكملها رأسا على عقب. قبل القتال بدأ فورمان يتمتع بكل المزايا، كان أصغر سنا وأثقل وزنا وذراعه أكبر ولكمته أقوى، ومع ذلك كل هذا لم يفعل الكثير لمساعدة البطل. طوال القتال لم يترك علي لفورمان فرصة واحدة، دفع بمهارة شديدة ووجه الضربات، وحتى عندما أصابت لكمات فورمان هدفها لم يبدو أنها تسبب ضررا جسيما لعلي. المشهد الأخير جاء في الجولة الثامنة. لم يستطع فورمان المنهك بالفعل الدفاع عن نفسه بشكل كاف، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تلقى سلسلة من اللكمات، كان آخرها لكمة يسارية أسقطته على الأرض. لم يستطع التغلب على عدات الحكم. الانتصار في هذه المعركة عاد لعلي ليس فقط اللقب، ولكن الأهم من ذلك الاعتراف به كأفضل ملاكم في تلك الحقبة. رقم 3 مايو 2002، أرتورو غاتي ضد ميكي وارد. أول قتال كانت واحدة من أكثر المعارك إثارة في تاريخ الملاكمة الحديثة، بداية لثلاثية المواجهة الشهيرة بين أرتورو غاتي وميكي وارد. قد تكون هذه واحدة من أكثر المعارك التي لا هوادة فيها في تاريخ الملاكمة الحديثة، والتي يجب أن يعرفها كل عشاق الملاكمة. بدت الطريقة التي قتل بها هؤلاء الرياضيون العظماء في الحلبة وكأنها لقطات من نوع من أفلام الإثارة والحركة، ولكن ليس على الإطلاق مثل مباراة ملاكمة عادية. ما يزال لغزا كيف تمكن غاتي وارد من الحفاظ على مثل هذه الوتيرة. كانت الجولة الخامسة كلاسيكية، لكنها كانت مجرد بداية لإثارة أدت إلى جولة القرن في الجولة التاسعة، حيث أطلق وارد العنان للكمة يسارية مدمرة أسقط بها غاتي أرضا. نجح غاتي في النهوض قبل العدة العاشرة، ولكن ما لبث أن عاود وارد الهجوم مجددا بوابل من اللكمات القوية، ولم يستطع غاتي حماية نفسه. حصدت الجولة التاسعة المذهلة من هذه المعركة إلى الأبد لقب جولة القرن. وصل رجلان إلى جرس النهاية مصابين ومتورمين. فاز وارد بالنقاط بإجماع الحكام بعد 10 جولات من العمل الشاق، ومع ذلك فاز غاتي في كل من مباراة الإعادة والقتال الثالث. لكن الفيز الرئيسي في هذه المعارك هو الملاكمة نفسها. سيشير عشاق الملاكمة دائما إلى ثلاثية غاتي وارد لأي شخص يتطلع إلى تجربة هذه الرياضة الملحمية. رقم 2 تينيسي 2002، مايك تايسون ضد لينوكس. كان مايك تايسون أحد أخطر أبطال الملاكمة للوزن الثقيل. المقاتلون الذين كانوا في الغالب أكبر بكثير من تايسون تعرضوا للهزيمة الذهنية قبل دخول الحلبة معه. Most guys were pretty much intimidated. They lost the fight before they even got hit. I knew how to beat these guys psychologically. في عام 2002 تحدى تايسون النجم البريطاني لينوكس لويس للقتال من أجل لقب الوزن الثقيل. تم تفجير كل شيء في المعركة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المواجهة في مؤتمر صحفي في نيويورك ونزاع بين الملاكمين وفرقهم. كان مايك بعيدا عن أن يكون في أفضل حالة في ذلك الوقت، وكان متورطا في عدد من الفضائح البارزة، بما في ذلك واحدة تتعلق بتعاطي المخدرات. بالنسبة لتايسون كان القتال ضد لويس الأمل الأخير للعودة إلى الملاكمة، ومع ذلك استخدم لويس ميزته الهائلة في الطول ومدى ذراعه لإبعاد تايسون في مسافة مريحة. في الوقت نفسه كان بإمكان لينوكس نفسه إطلاق النار بحرية على خصمه بضربة طويلة. في نهاية الجولة الثالثة أصيب تايسون بجرح في عينه اليمنى. في الجولات التالية أصبح تايسون متعبا بشكل ملحوظ، وألقى عددا أقل من اللكمات.
بدأت سرعة يده وسرعته في التحرك حول الحلبة في التباطؤ. أخيرا في الجولة الثامنة في معركة من جانب واحد تقريبا ضرب الإنجليزي تايسون مرتين. بعد السقوط الأخير لم يعد آيرون مايك يقوم بأي محاولات ملحوظة للنهوض. هذه الهزيمة حاسمة في مسيرة مايك لم يكن قادرا على التعافي منها أبدا، وبعد 3 معارك أخرى قرر أخيرا ترك الملاكمة المحترفة. رقم 1 أكتوبر عام 1975 مانيلا. محمد علي ضد جو فريزر. قتال ثالث المعروفة باسم ثريلر إن مانيلا. كانت هذه المعركة الأخيرة في ثلاثية تاريخية كانت حقا تحفة فنية. منذ أن دخل كل من علي وفريزر المعركة بفوز واحد، كان على المعركة الثالثة أن تقرر مرة واحدة وإلى الأبد من هو أفضل ملاكم. بمعرفة دفاع علي القوي، كانت استراتيجية فريزر في هذه المعركة هي توجيه أكبر عدد ممكن من اللكمات إلى الجسم، مما يجبر الخصم على خفض ذراعيه تاركا رأسه مكشوفا، وقد كان ناجحا طوال القتال. على الرغم من إهدار فريزر العديد من الضربات، بدأ علي بوضع يديه في الدفاع بشكل أقل بكثير في الجولة الخامسة، وبدأت لكمات فريزر المدمرة اليسرى في الوصول إلى الهدف. بالكاد بقي البطل واقفا على قدميه في الجولة السادسة. على الرغم من وجود عدد كبير من الضربات الضائعة، لم يتمكن أي من المقاتلين من إنهاء المعركة قبل الموعد المحدد، أي قبل الجولة 14. خلال استراحة قبل الدقائق 3 الأخيرة، قرر مدرب فريزر إيقاف القتال وفاز علي. يعتبر العديد من خبراء الملاكمة أن هذه المباراة هي الأكثر حدة في تاريخ الرياضة. شكرا على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة حتى لا يفوتك أي فيديو جديد.